الحمد لله الذي لا يتكل على عفوه إلا الراجون، ولا يحذر سوء سطوته وبطشه إلا الخائفون، الذي استدرج عباده من حيث لا يعلمون، وكلفهم كظم الغيظ وأمرهم ألا يغضبون، وحذرهم من أن يأخذهم بغتة وهم لا يشعرون، فقال: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عرفه العقلاء أصحاب العقول النضرة، ولذلك كان أبو ذر رضي الله عنه يعبد صنما من الخشب، فدخل في يوم من الأيام ليسجد لصنمه، فنظر إلى الصنم فوجد الصنم يتقاطر ماء، فتحير الرجل في أمر الماء، فنظر حول الصنم فرأى ثعلبان صغير يطوف حول الصنم، فعلم بأن هذا الثعلبان قد بال على رأس الصنم، فنظر إلى صنمه وأنشد يقول: رب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب، فلو كان ربا كان ينجي نفسه، فلا خير في رب نأته المطالب، برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومصطفانا محمد بن عبد الله الذي توج الله رأسه بالبركة، وعينيه بالحياء، ولسانه بالذكر، وشفتيه بالتسبيح، وكفه بالكرم، وصدره بالإخلاص، وقلبه بالرحمة، ثم كمله محمد المحامد محمود الصفات، أحمد السجايا، بديع المقولة، هاطر الريح والشم، نقي النفس والقلب، صوام النهار، قوام الليل، أدبه ربه وجمله وكمله، ثم بعثه إلى هذه الأمة وقال لهم: هذه هديتي إليكم فاعرفوا قدره وعظموه. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، حديثنا اليوم عن الحج، رحلة إيمانية. الحج رحلة إيمانية، ولذلك ربنا شوف يقول إيه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وله بكل خطوة يخطوها عبادة سنة، صوم نهارها وقيام ليلها، فإذا رجع الحاج إلى بيته فاغتنموا دعاءه فإن دعاءه مستجاب. الحج، بس اللي حج بمال حرام ولا اللي حج بمال حلال؟ لا، اللي راح بمال حلال، اللي نادته الملائكة لبيك وسعديك، اللي هو الحج المبرور الذي لم يخالطه إثم. لكن واحد كان مال واحد وراح حج، هو ده حج برضك؟ ما حجش ولا شافه ولا راح. الحج، ولذلك سيدنا النبي يقول لك: تعجلوا فريضة الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. تعجلوا فريضة الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له.
لأنه من أطاق الحج ولم يحج مات إن شاء يهوديا أو نصرانيا. الحج. ولذلك بيسألوا سيدنا النبي يقول يا رسول الله أي العمل أفضل؟ فقال إيمان بالله ورسوله. قيل يا رسول الله ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قيل ثم أي؟ قال حج مبرور، والحج المبرور هو الذي لم يخالطه إثم، طالع بمال حلال وراحلة حلال. ولذلك سيدنا عمرو بن العاص يقول لما جعل الله الإسلام في قلبي، خلاص ربنا هداه للإسلام، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه، فقلت ابسط يدك يا رسول الله أبايعك، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبض عمرو يده، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا عمرو؟ قلت يا رسول الله أشترط. تشترط إيه يا عمرو؟ قال له أن يغفر الله لي، أبايعك بس بشرط. إيه الشرط؟ أن يغفر الله لي. فقال يا عمرو أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. حج فريضة، ركن من أركان الدين، ولذلك ربنا جعله لمين؟ للمستطيع. ولذلك لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقام رجل وقال أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فكرر الرجل قولته أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فكرر الرجل قولته، فقال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ذروني ما تركتكم، فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. حج. انت مش رايح الحج عشان يقولك يا حاج، لا، ده ركن لا يكتمل الإسلام إلا به. المستطيع الذي لم يذهب إلى حج بيت الله الحرام فهو مسلم ناقص، ما جاش عند الإيمان أبدا، ده هو مسلم ولسه ما اكتملش الإسلام بتاعه. مسلم إيه؟ مسلم ناقص. ولذلك أمر ربنا سيدنا إبراهيم أن ينادي بالناس، أن ينادي في الناس، فقال له وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يأتوك رجالا مش ذكور، لا، رجالا يعني مشاة على الأقدام، وعلى كل ضامر أي راكبين الإبل. فقال إبراهيم يا ربي وهل يسمعوني؟ أنا هنادي هنا من الجبل دوت وعلى الناس كلها، هل يسمعوني يا رب؟ فقال يا إبراهيم إنما عليك النداء وعلينا البلاغ. فصعد إبراهيم على جبل أبي قويس، وقيل على جبل الصفا، ونادى يا عباد الله أجيبوا داعي الله وحجوا بيته. فأجابوا من أصلاب الآباء وأرحام الأمهات لبيك اللهم لبيك، فمن لب مرة حج مرة، ومن لب مرتين حج مرتين، ومن لب ثلاثا فقد حج ثلاثا، ومن حج مرة فقد أدى فرض ربه، ومن حج مرتين فقد داين ربه، ومن حج ثلاثا فقد حرم الله جسده على النار. نعم. طب واحد ما عندوش فلوس يطلع، واحد ما عندوش فلوس يروح يحج، يعمل ايه؟ سيدنا النبي حللك اللغز دوت، قال لك من صلى الفجر في جماعة وجلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فله حجة وعمرة تامة تامة تامة. فقراء اللي ما عندهمش أموال ربنا رخص لكم إيه؟ صلاة فجر بس، بعد ما تصلي الفجر ما تتحركش
وتمكث في مصلاك تذكر الله إلى أن يطلع الشمس أو إلى أن تطلع الشمس ثم تصلي ركعتين، ربنا يكتب لك حجة وعمرة كاملة. من حج، مش حجة واحدة، لا، حجة وعمرة تامة تامة تامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد. يعني ربنا ما نسيش الفقراء، لا، ده ربنا اداهم. ولذلك الفقراء لما راحوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله، اللي هم المهاجرين اللي هاجروا مع رسول الله، اللي تركوا أموالهم وديارهم، اللي تركوا أموالهم من أجل الله، ذهبوا إلى رسول الله وهم مهاجرون فقراء، وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولكنهم يتصدقون بفضول أموالهم. هم عندهم مال وعندهم فلوس، احنا ما عندناش. فسيدنا النبي قال لهم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ لا، ده ربنا جعل لكم انتوا تتصدقوا. فإن بكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وإماطتك الأذى عن الطريق صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. ربنا إدى للفقراء، إداهم الذكر، التسبيح، التهليل، التحميد. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ربنا اداك بس انت مش واخد بالك. ليه؟ لأن الدنيا لهياك، لأن الدنيا لهياك عن الآخرة، لأنك مش عارف، ما بتفكرش إنها تبقى وحديك، ما بتفكرش إن لما يجي لك ملائكة غلاظ شداد ما عندكش إجابة. الإجابة بتاعتك من العمل، وإنت ما عندكش عمل يبقى ما عندكش إجابة. وده يوم إيه؟ ده يوم التناد. يوم إيه؟ يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. ارجعوا إلى دينكم، ارجعوا إلى كتاب ربكم، ارجعوا إلى سنة نبيكم، لأن الأمر خطير. ويقول صلى الله عليه وسلم البر لا يبلى والذم لا ينسى والديان حي لا يموت. ابن آدم اعمل ما شئت كما تدين تدان، أو كما قال التائب حبيب الرحمن والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.